الكروما والخدع السينمائية. هناك العديد من الأفلام التي يتطلب تنفيذها استخدام الكروما والخدع السينمائية والمؤثرات البصرية. فكل مشهد من مشاهد هذه الأفلام يكون له أسلوب وطريقة خاصة في التنفيذ. وفي هذه الحلقة أستعرض بشكل مبسط استخدام الكروما لتنفيذ سير سيارة في طريق معين، ونلجأ لهذا لعدة أسباب، إما لحقبة تاريخية معينة أو صعوبة التصوير على هذا الطريق إلى آخره من الأسباب. فكما نرى أمامنا المشهد قبل وبعد تفريغ الكروما، ولتنفيذ هذا المشهد فقد صورنا الطريق وخط سير السيارة، وأخذنا كل زوايا الطريق ووجهات النظر المختلفة، وصورنا مشاهد السيارة من الداخل من كل وجهات النظر المختلفة وزوايا الكاميرا حسب السكريبت المكتوب، وقمنا بتجميع المشاهد والقطعات المختلفة. ولكن هنا أستعرض وجهة نظر واحدة، زاوية واحدة، ونشاهد في المشهد كيف يتم تفريغ الكروما على برنامج المونتاج بكل بساطة. وضبط نسب الإضاءة لمشهد الطريق ومشهد السيارة حتى نصل إلى أفضل النتائج. وبذلك نحصل على مشهد نهائي وهو سير السيارة في الطريق. تحياتي وإلى اللقاء.